السلام عليكم إخواني خواتي معلمين الصفوف الأولية أولياء الأمور. اليوم نشرح لكم على كراس الواجب البيتي للرياضيات الصف الأول. طبعا هذا الكراس هو عصارة خبرتي في تدريس الصف الأول، وهو كراس يقدم محتوى هادف مدعوم بالصور والرسوم إلى جانب الأنشطة المهمة، ويتضمن المفاهيم الأساسية في مادة الرياضيات، وتتمثل بالتصنيف والأنماط والأشكال الهندسية والقياس والساعة والأعداد من 1 إلى 99، وهذه الأعداد هي المطلوبة في الصف الأول، وعمليات الجمع والطرح، سواء كان الجمع بالأعداد المكونة من مرتبة واحدة أو الأعداد المكونة من مرتبتين. والهدف منه أن يكون التلميذ قادرا على أن يقرأ ويكتب الأعداد من 1 إلى 99، وأن يحدد القيمة المكانية للرقم في عدد معين، ويقارن بين الأعداد، وأيضا أن يتعرف على الكسور، وأن يتعرف على مفهوم الطول ويقارن بين الأطوال، وأن يتعلم الوقت والأشكال الهندسية. كل هذا وفرناه في كراسة الواجب البيتي لرياضيات الصف الأول. كل هذا أخذناه في الحسبان في تصميم الكراس حسب الخطة الخماسية لتدريس الحديث لمادة الرياضيات، والتركيز على جودة الكراس من حيث التصميم والألوان والصور، ليكون الكراس محفز للتلميذ على أداء واجباتهم البيتية. أيضا ليوفر الوقت والجهد على المعلم في كتابة الواجبات لجميع تلاميذ الصف. وفي الختام، كراس النشاط لرياضيات الصف الأول فيه حقوق شرعية وقانونية من دار